ايه المشكله ما بين المستشار مرتضى منصور وحازم امام؟ بعيد عن اللغط وبعيد عن الغلط في الافراد، احنا كجمهور نادي الزمالك بنعتب على حازم امام. انت ازاي كنت امبارح عمال بتتفرج على المسرحيه اللي بتدور على نادي الزمالك، اللي الفلوس لا لازم تدفع، الفلوس لازم تدفع النقدي؟ طلع المستشار مرتضى منصور امبارح على قناه الزمالك امبارح الساعه 2 بالليل وقال اللي حازم امام وجمال علام تعندوا عدم تسجيل صفقات نادي الزمالك. رد عليه بوست على طول، مفيش بعدها بخمس دقايق حازم امام حسبي الله ونعم الوكيل، على طول بتحط اسم في اي حاجه، انا مالي. امال مين اللي ماله يا كابتن حازم؟ انت طبعا كابتن نادي الزمالك، واحد من افضل اللعيبه اللي جت في نادي الزمالك، لعيب احنا كجمهور الزمالك بنحبه. بس انت برضك ليك دور. ازاي انت عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره، ازاي ترضى بالمهزله اللي حصلت مع نادي الزمالك دي كلها؟ ازاي ترضى اللي الصفقات لحد الساعه 11 ونص لو الزمالك ما كانش ايدت الصفقات على السيستم كان خلاص اللعيبه ديت راحت علينا؟ وانت عارف اللي احنا في امس الحاجه للعيبه دي في الوقت الحالي واحنا داخلين على افريقيا. ده عتبنا عليك بغض النظر ان انت هتقول بقى انا ماليش دعوه، انا ماليش ذنب، انا ماليش سبب. لا، ازاي مالكش سبب وانت عضو في الكوره؟ هو لو كابتن محمد بركات المشكله دي مع النادي الاهلي كان هيسكت يا كابتن حازم؟ ما هو الكلام بالعقل برضه، مش هنتكلم اللي احنا ايه مالناش دعوه بالشتام واللي بيحصل، احنا ما نرضاش بالكلام ده. بس اللي احنا بنتكلم فيها كابتن حازم اللي انت عضو مجلس اداره اتحاد الكوره وانت احد كباتن نادي الزمالك، مشكله زي دي حصلت بغض النظر انت بتحب مرتضى او ما بتحبهوش، احنا فين من ده كله؟ لا، احنا من حقنا عليك اللي انت تقف في ظهرنا، اللي لو في مشكله نادي الزمالك في اتحاد الكوره انت بتسارع اللي انت تحلها، مش اللي انت قاعد في البيت وتقول انا ماليش دعوه، انا ما عملتش حاجه. ايه ده؟ مش كده يا كابتن حازم، مش كده يا كابتن حازم. مع كامل الاحترام للكابتن حازم امام طبعا، نجمنا وقائد فريقنا ومن اللعيبه اللي احنا بنحبها قوي.